سلام عليكم. العيد الكبير يعني فتة. الفتة بتاعتنا على الرغم من بساطتها الا ان مفيش حد بياكلها غير لما بيسألنا على الوصفة بتاعتها. اول حاجة هبتدي ان انا اسلق اللحمة بتاعتي. عشان اسلقها بحط ورق لورا مع البصل في المية بتاعتي واسيبهم لغاية لما يغلوا، وبعدين هبتدي ان انا اجيب اللحمة بتاعتي اللي احنا مقطعينها ومنضفينها كويس قوي وهحطها في المية. وفي المرحلة دي ببتدي ان انا افتح شوية كده الغطا عشان خاطر بس المية بتاعت الشوربة ما تنزلش لبره اثناء السوى، وهسيبها لغايه لما تستوي تماما. من علامات السوى انك تلاقي اللحمه نزلت كده لتحت. هنا بقى في المرحله دي هبتدي ان انا ابهر الشوربه بتاعتي بفلفل اسود وملح وتقليبه صغيره، وكده تبقى الشوربه بتاعتنا تمام. شايفين الميه بتاعتها رايقه ازاي؟ بعد كده هنبتدي ان احنا نحضر الرز بتاعنا، وده عن طريق ان انا بحط الاول السمنه ومعاها شويه زيت، وبعدين بنزل بالرز اللي احنا غسلينه كويس قوي وكميه الملح المناسبه للرز اللي حضرتك عاملاه، وببتدي ان انا اقلب الرز بتاعي كويس قوي في المرحله دي قبل لما اضيف الميه، بحيث ان السمنه بتاعتي تتشرب كده في الرز ويدي طعم حلو. بعد كده هنبتدي ان احنا ننزل بالميه بتاعتنا لغايه لما تغطي الرز بحوالي عقله صباع كده، وهغطي على الرز بتاعي واسيبه على نار عاليه لغايه لما يتشرب كويس قوي، وبعدين على نار هاديه قوي لغايه لما يستوي. وكده الرز بقى تمام. كده يبقى فاضل لنا العيش الناشف، هنقطعه بقى قطع صغيره ونبتدي ان احنا ناخده على النار. اول حاجه هبتدي ان انا احط شويه سمنه كده حلوين، والتركات بقى اللي احنا هنعملها دلوقتي هي اللي بتدي الطعم المميز قوي للفته بتاعتنا. ان احنا اول حاجه هبتدي ان انا احمص زياده العيش بتاعي ده في السمنه، وبعدين هحط عليها رشه كده حلوه من الكمون وهقلب، وبعدين هبتدي ان انا اجيب راس توم بحالها تكون مفرومه ناعم قوي، وهفضل اقلب فيها لغايه لما اتاكد ان هي وصلت لكل العيش بتاعي. بعد كده بنطفي ب3 معالق كبيره من الخل، وهقلب لغايه لما احس ان الخل بتاعي ده اتشرب كويس. كده يبقى العيش بتاعنا تمام. وهبتدي ان انا بقى احط طبقات الفته بتاعتي. هرص اول حاجه العيش وافرده كويس قوي، وبعدين هنبتدي ان احنا نحط الشوربه. طبعا حضرتك مش لازم تعملي زي هنا وتستخدمي مصفى، بس انا انفه شويه مش بحب البصل والدهون والحاجات دي عشان كده بستخدم. بتحطي شوربه لغايه ايه؟ لغايه لما تحسي ان هي يعني خلاص العيش كله اتشرب وفي شويه كمان زياده، بس ما تزوديش عن كده عشان يبقى طعمه كويس ومش ببشن. بعد كده هنبتدي ان احنا ننزل بالرز بتاعنا وهنسويه بردك، واخر حاجه اللحم. على الرغم من بساطه المكونات لكن الطعم مميز جدا. يا ترى بتعملوها زيي ولا طريقتكم عامله ازاي؟ وبالصحه والهنا.